طبعا محدش فينا بيقدر يتشات من غير ايموشنز او ايموجيز، بس حد يعرف الايموشنز دي بدأت ازاي وتاريخها ايه؟ الايموشنز بدأت سنة 1840 بشفرة مورس، اللي كان هدفها انها تخفي مضمون التلغرافات، وكان رقم 73 معناها المحبة والقبلات، وبعدها بقى أطيب التمنيات. سنة 1862 كان في جواب لأبراهام لينكولن لقوا فيه ايموشن الوينك أو الغمزة بعد كلمتين هما تصفيق وضحك، لكنهم فسروا بعد كده إنها كانت مجرد خطأ كتابي في الجواب. أول محاولة فعلية كانت سنة 1982 من سكوت فالمان أستاذ علوم الحاسب الأمريكي، وقرر إنه يستخدم ايموشن الابتسامة وايموشن الحزن التقليديين وقتها. بعد كام شهر بدأت برامج الشات المشهورة زي الاي سي كيو وياهو إنها تطور الموضوع من مجرد أكواد لصور شبه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. مارك زوكربيرج قرر إنه يطور مجموعة ايموشنز جديدة غير الموجودة في اي سي كيو وياهو، وكان لازم تكون حافظ الأكواد عشان تقدر تبعت الايموشنز دي، لأنها ما كانش ليها مكان تقدر تشوفه منها وقتها. في سنة 2006 ظهر شاب اسمه كريس بوتمان قدر إنه يخترق موقع فيسبوك وياخد الايموشنز دي يحطها على موقع ماي سبيس. الموضوع ده خلى مارك يوظف بوتمان معاه في فيسبوك. في نص سنة 2015 بيبسي قررت تاخد خطوة التطوير وحررت الايموشنز من سجن الانترنت وخلتها موجودة على الكانز والعبوات الخاصة بالمنتج عشان تقدر تشارك احساسك لكل الناس اللي حواليك.